أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو القاهر فوق عباده، نصير الضعفاء، سبحانه وسبحانه، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، سبحانه سبحانه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. سل الواحة الخضراء والماء جاريا، وهذه الصحاري والجبال الرواسيا. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا. سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله. قلوها جميعا: لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله، خير للدنيا من شمسها وقمرها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين. ثم أما بعد، إخوتي وحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، حيث أمرنا تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع هذه السلسلة الطيبة مع يا ليت قومي يعلمون. أولا العقيدة بدأنا بها، ثم تحدثت عن أهمية العقيدة، ثم تحدثت عن فضائل العقيدة في الحلقة السابقة. أول حاجة ضمنت الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. الله يعطيك إغراءات سبحانه وتعالى عشان تضحي من أجل لا إله إلا الله. السكينة والطمأنينة والهداية التامة والتمكين في الأرض، والتمكين في الأرض والنصرة على الأعداء. ولاية الله، الله ولي الذين أمنوا، والولي بمعنى الناصر، الناصر هو الله سبحانه وتعالى. وتحدثت بالتفصيل في اللقاء السابق عن هذه الأمور. أنا اليوم على موعد مع حضراتكم اليوم إلى أعظم كلمة من أجلها خلق الله السماوات والأرض، بداية الحياة ونهاية الحياة. الكلمة التي لو أنزلت على جبل لخشع ونزل متصدعا من خشيتها. الكلمة التي إذا قلتها دخلت الإسلام. الكلمة مفاتيح الفرج. بهذه الكلمة يغفر الله لك ما قدمت وما أخرت.
يثقل الله بها ميزانك يوم العرض عليه. كلمة الناس في غفلة عنها. واسمع إلى قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى عندك ملك جالس ها هنا في هذه المنطقة عن يمينك وملك عن شمالك. اللي على اليمين بيكتب لك كل كلمة بتقولها فيها خير، فيها خير عشان يكتب لك حسنات. اللي على الشمال بيكتب لك كل قول سيء وكل فعل سيء. فعشان كده بهذه الكلمة تدخل في الإسلام ويثقل الله بها ميزانك يوم العرض على الله عز وجل. لذلكم الناس اليوم في غفلة، والله في غفلة، قد كنت في غفلة من هذا. الناس بتدور على دنيا، مع ان الدنيا عبارة عن ظل زائل. ما أنا والدنيا إلا كراكب، ورواية صحيحة، كراكب جلس تحت شجرة، يعني في الحر الشديد لقى شجرة كده، قال بس منزل تحت الشجرة دي تقيني حرارة الشمس. فنزل الراجل المسكين ده تحت الشجرة، فالنبي يقول لك الراجل اللي جالس تحت ده هيدن طول عمره جالس كده؟ تقول له لا أبدا، ده لازم يرجع لولاده، لازم يرجع لتجارته. فالنبي بيقول لك الدنيا كده شوية الظل ده وبعد كده بتختفي. ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم سرعان ما تركها، ويقول عيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أمال إيه اللي دايما ليا وليك؟ الآخرة، والآخرة خير لك من الأولى، ولا الآخرة خير لك من الأولى. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، هي الدائمة. يبقى إيه اللي دايم لي ودايم لك؟ الآخرة. إحنا معظم الناس إلا من رحم ربي عايش لدنيته واطمئن للدنيا. لذلك كل واحد فينا عمال يفكر يقول لك إزاي أغتني؟ نفسي أغتني، بس أغتني إزاي؟ كل واحد عمال يفكر، واحد بيفكر في النصب على الناس، وده يعني إلا من رحم ربي، العدد كتير من دول. والتاني بيقول لك العملية بالفهلوة، احنا اللي عملنا مش عارف الهوا دوك وعملنا مش عارف كذا اهو. وشفت الراجل اللي نصبه، يعني شفت المصيبة، نصبه على مجموعة من البحيرة. واحد نصاب قال لهم هسفركم إيطاليا، خدهم في السفينة، اللي باع بيته واللي باع عيني دهب زوجته واللي باع المهم كل واحد باع اللي حيلته، وركبوا السفينة عشان رايحين إيطاليا. ده ان يمشوا بيبقى عرض البحر، لهم بقى ايه؟ عوموا بقى، لان مش هنعرف نوديكم هناك عشان ما تبطش علينا. عوموا، ده انهم يعوموا حوالي ساعتين. فجأة قالوا بس الحمد لله احنا في إيطاليا. لقوا نفسهم فين؟ في شاطئ العجمي باسكندرية. تصور، حسبي الله ونعم الوكيل. فاللي نصب على دول وخد الفلوس، والتاني بتاع المركبة اللي كان بيركب فيها أعداد كبيرة، على المركبة بتاخد 700 واحد، يركب فيها 3000 فوق السطح، واللي ايه حتى في الطرقات، واللي حاجز حجرة ما بيلاقيهاش، لحد ما موت الناس في البحر. وحكمت له المحكمة بالبراءة. يا الله، بالبراءة. دي محكمة الدنيا، لكن محكمة الآخرة لا، ما تخلي بالكوا شوية، محكمة الآخرة تختلف. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين. لقد كنت في غفلة من هذا. فكل واحد فينا عمال يفكر في تجارة الدنيا وناسي تجارة الآخرة اللي هي الدايمة ليا وليك. ولذلك الإنسان يكتشف هذه الحقيقة المرة. عمل لدنيته، عمل فيلا فخمة وسيارة أحدث يعني موديل،
وعمل لأولاده كل حاجة دنيوية، فجأة مات. عمل إيه بقى لآخرته؟